خايف تجيلك كلمة تكون إعرابها تمييز وانت ما تعرفش ان دي تمييز. ممكن التمييز ده يكون بعد كلمة على وزن أفعل. كلمة على وزن أفعل يعني اسم تفضيل، فأقول مثلا أعظم خلقا. ممكن تبقى يعني أصعب شوية، يقول لك مثلا الأعلى، فهنا اسم التفضيل جاء في ألف ولام. صحة، فطبعا صحة ممكن ما يحطلكش التنوين كده، ممكن ما يحطش التنوين ده عشان انت برضو يقول لك اعرب كلمة صحة وانت ما تاخدش بالك. يبقى اسم التفضيل غالبا بيجي بعديه تمييز لو لقيته اسم زي كلمة صحة نكرة ما فيهاش ألف ولام منصوبة، بس طبعا لو آخرها ت مربوطة ممكن ما يحطلكش التنوين فما تاخدش بالك. أنا بقول لك دلوقتي عشان تاخد بالك. بعد كم، عارفين كم الاستفهامية وكم خبرية؟ كم شهداء، كم شهداء لهذا الوطن. هنا طبعا تمييز مجرور لأن هنا كم خبرية، وكم الخبرية تمييزها لا يأتي إلا مجرور. ممكن التمييز يبقى بعد عدد، وهنا لو التمييز بعد عدد يبقى تمييز ملفوظ عدد. ثلاثة ايه، أو الكتب ولا كراسات؟ ثلاثة كتب، لأن العدد من 3 ل10 بيخالف ايه المعدود. في شكل تاني برضو للتمييز اللي هو خدته في الترم الأول، اللي هو بيبقى بعد نعمة وبعد ايه بئس. فيقول لك مثلا نعمة طبيبا، نعمة طبيبا، نعمة رجلا، نعمة خلقا، بئس خلقا. فطبعا الكلمة الاسم النكرة، الاسم النكرة مفيهوش ألف ولام، المنصوب بعد نعمة وبئس هتعربه ايه؟ هتعربه تمييز. وطبعا فاعل نعمة وفاعل بئس ضمير مستتر. وبرضو تاخد بالك ان ممكن يجيب لك كلمة بعد نعمة تكون هي المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم، يقول لك اعربها في الحالة دي هتبقى مبتدأ مؤخر. ما تنساش نعمة طبيبا المتفاني. نعمة طبيبا المتفاني هنا دي مبتدأ لان هو المخصوص بالمدح، مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة. بئس خلقا الكذب، برضو هنا ايه الكذب مخصوص بالذم، هنعربه مبتدأ ايه؟ دي كلمة مبتدأ مؤخر. يعني طبعا القناة موجود فيها كل فيديوهات النحو القديم، ادخل على قوائم التشغيل. وشكرا لكم، وهويدا حسان، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التوفيق يا رب للجميع.